السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي الحلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بأحسن خير يا رب، وكل سنة وانتم طيبين عشان مولد النبي الشريف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين جميعا. النهاردة هنعمل وصفات كده حلوة مع بعض. انا مسرعة الفيديو عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، لان هو كان مدته طويلة جدا جدا جدا، فانا عشان كده سرعت الفيديو. تمام. احنا معانا كيلو لحمة. تمام. حطيت معلقة من السمنة ونزلت بقطع اللحمة وبدأت ان انا اشوح في اللحمة، وبعد كده عادي تبلتها ملح فلفل كمون، شوية من الكزبرة، كزبرة الناشفة، وعيدان من القرنفل، و2 حبهان. تمام. وبعد كده هنحط الخضار، البصل والجزر والطماطم، وهشوح كده فيهم كويس جدا، وبعد كده هننزل عليهم بميه سخنه من الكتل. تمام. لو اتبعت الخطوات دي كويس جدا جدا هتاخدي احلى شوربه من اللحمه. هي الشوربه مش غامقه ولا حاجه، بس علشان الاضاءه، يعني انتوا هتشوفوها فيما بعد وانا باخد منها. هنا بقى كده حطيت برضو سمنه، وحطيت شعريه. قلت اجهز بقى الرز بشعريه كده جنب اللحمه. بعد كده هنا ما الشعريه اتحمرت حطيت عليها الرز، وهبدا ان انا اشوح الرز كويس الاول، يعني دقيقتين 3 كده نبدا ان احنا نشوح الرز عشان الرز بتاعنا يبقى مفلفل وحلو. تمام. لو وصلتي معايا هنا بقى لغايه هنا كده اعملي لايك للفيديو واشتركي في قناتي لو اول مره بتشوفيني، وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد دايما. بصوا بقى هنا كده الشوربه، طبعا انا زودت الميه، غليت ميه تاني في الكاتل كذا مره، وزودت الشوربه عشان هنعمل حاجات كتيره. قبل ما احط بقى الشوربه على الرز، لاني هسقي الرز بتاعي بشوربه اللحمه، خدت كده الوش الاول بتاع الشوربه علشان الدسامه بتاعه شوربه اللحمه من على الوش كده، دي اللي هنعمل بيها الملوخيه، لانها هتخلي طعمها حلو قوي قوي. طبعا فانا باخد شويه عادي شوربه وشويه من الوش كده الدسامه للملوخيه. تمام. وبعد كده هنا عادي بزود بقى شوربه للرز. طبعا عارفين ان الشوربه تبقى زياده سنتي واحد كده بس على الرز. وحطيت الملح، لان انا لحد دلوقتي لسه اصلا ما حطيتش ملح في الشوربه نفسها بتاعه اللحمه. حطيت بقى الملح كده على الرز ودقت الملح، وبعد كده غطيت على الرز خلاص. وهنا كده يعني كانت اللحمه خدت مثلا نص سوا، فبدات ان انا احط الملح على شوربه اللحمه عشان اللحمه تتطعم كده شويه بالملح. وهنا بقى كده في حله تانية بدات ان انا اقطع فيها بصل، وحطيت برضو سمنه، اي ماده دهنيه يعني عندك، وبصل متقطع قطع كده صغيره. وحطيت بقى فيه، خدت قطع من اللحمه. انا قلت لكم اللحمه كانت نص سوا. تمام. انتي ممكن تعمليها حتى لو اللحمه نيه من البدايه خالص، يعني ماشي. فالحبه دول انا هعملهم لحمه بالبصل. تمام. فخدت كده قطع من اللحمه وحطيتها كده على البصل، وابدا ان انا احط التوابل بتاعتي: ملح، فلفل اسود، قرفه، شويه من الكزبره الناشفه حبه كده صغيرين، وشويه من الكاري. حلو قوي الكاري والقرفه مع اللحمه اللي بالبصل، بيخلي طعم اللحمه تحفه. هنشوح كده اللحمه في التتبيله وفي البصل. وهنا كده انا حطيت حوالي معلقه صغيره من الثوم المفروم. تمام. وهقلب، وبعد كده هضيف بقى ميه، وهحط فلفل رومي. تمام. وسبتها بقى هنا كده براحتها لحد ما تكمل بقى بقيت سواها، فهنوطي عليها يعني. تمام. هنا بقى كده بصلايه صغيره مبشوره، وحطيت بعد ما شوحت البصلايه كويس جدا وبدات ان هي تاخد لون ذهبي، حطيت البسله بالجزر، وحطيت عليها نص معلقه سكر صغيره عشان تحلي طعم البسله، هتخلي طعمها حلو قوي. بصوا بقى، انا حطيت الشوربه وحطيت الصلصه. تمام. عشان في ناس بتحط الشوربه لحد ما البسله تبدا ان هي خلاص تستوي تروح حاطه الصلصه. لا، انا حطيت كله في بعضه بقى عشان تستوي براحتها.
والصلصه تتسبك فيها كمان، يعني اختصارا للوقت. ماشي. فحطيت الصلصه، وحطيت صلصه برضو انا اللي عاملاها، طماطم مسلوقه، وبعد كده ضربتها في الخلاط، وبعد كده ضفتها. تمام. و اول ما بدات ان هي تاخد سوا شويه، بدات ان انا احط فيها قطع اللحمه. وطبعا اللحمه بقى هنا كده كانت خلاص استوت تماما. تمام، يعني اللحمه مستويه عندي كويس جدا. البسله يعني شويه 3/4 سوا كده. احط بقى اللحمه واسيبها تكمل بقى سوا، البسله يكمل سواه بس مع اللحمه بقى، عشان برضو ناخد كده من طعم اللحمه في البسله، لان لسه هنحطه في طاجن بقى وندخله في الفرن. تمام. هنا بقى كده برضو بصلايه مفرومه، وعليها نص معلقه صغيره من الثوم المفروم، وبدات ان انا اشوح فيه كويس جدا على النار. واول ما اخد لون ذهبي كده بسيط، بدات ان انا احط الباميه، وهسقيها بقى هنا كده بالشوربه. وطبعا بناخد برضو من وش الشوربه، يعني خدي كده من وش الشوربه الدسم دوت عشان يخلي طعم الطبيخ بتاعك حلو. وحطيت طبعا الشوربه والصلصه والباميه وبصل وفص ثوم صغير كده مفروم. وبعد كده حطيت برضو اللحمه، قلت لكم اللحمه خلاص هنا كانت استوت اصلا. وبرضو هسيب كل ده يستوي كده مع بعضه براحته وتتسبك براحتها. هنا بقى كده الملوخيه، طبعا انا كانت عندي الملوخيه مجمده، فسبتها حطيتها طلعتها حطيتها في الشوربه لحد ما فكت. وهنا كده بقلبها بقى عشان تفك خالص، يعني هي ساحت بس ايه، بقلبها كده عشان تفك بقى، فاهمين؟ عشان ما تبقاش يعني ماسكه في بعضها. الملوخيه لسه بتسخن على النار، فقلت بقى هنا كده كانت اللحمه اللي ببصل خلاص استوت، حطيتها في طبق كده بايركس، ورحت دخلتها في الميكروويف عشان تاخد لون ذهبي. وهنا كده الملوخيه بدات ان هي تغلي، خلي بالك علشان ما تفرش منك ولا تغلي خالص، مش عايزينها تفور ولا تغلي. حطيت لها كده شويه ملح علشان املحها، وهنا سمنه وتوم مفروم علشان نبدا نجهز الطشه بتاعه الملوخيه. عايزه اقول لكم ان اليوم دوت كان طويل جدا انتوا عارفين وقفه المطبخ اصلا، وكان الجو حر شويه بقى، فربنا يعين كل واحده بتقف في المطبخ بجد. حطيت سمنه وتوم مفروم زي ما قلت لكم، التوم اللي انا كنت فرماه معاكم زي ما انتوا شايفين زي العسل، حلو جدا. وحطيت عليه رشه فلفل اسود وهو لسه التوم ما اتحمرش يعني. وبعد كده اول ما بدا ان هو ياخد لون ذهبي، حطيت الكزبره الناشفه، ونبدا نشوح فيه كده شويه لحد ما يعني الكزبره تتشوح فيه كده وياخد اللون الذهبي الحلو. نروح بقى تشين كده الملوخيه بتاعتنا والشهقه بقى بتاعتنا الحلوه دي. وبعد كده حطيت الملوخيه في الطاسه ورجعتها تاني، يعني الحركه دي يعني معتاده معروفه عندنا كلنا. كنت بوريكم بقى هنا كده الباميه وبديها كده تقليبه طبعا. وهنا بقى كده طبق سلطه معتبر بقى في كل حاجه، القوطه والخيار والجزر المبشور والبصل والبقدونس. وايه تاني؟ في حاجه انا نسيتها، انتوا شايفين ايه؟ قوطه وخيار وجزر مبشور وبقدونس وفلفل رومي، وطبعا ملح وفلفل وكمون وشويه من الخل، وقلب وبس كده السلطه بتاعتنا جاهزه وتمام. نيجي بقى هنا كده للطاجن. الباميه طبعا بتختبريها كده، طلعي واحده بالمعلقه دوسي عليها لقيتيها استوت يبقى تمام قوي. اللحمه اصلا بتاعتنا مستويه ودايبه جدا جدا، بس متماسكه، يعني متماسكه بس ايه، دايبه، اللي يقطع منها كده دايبه مستويه حلو. حطيتها بقى كده في الطاجن، بدات ان انا اطلع اللحمه على الوش عشان عايزاها تاخد لون ذهبي كده حلو. تمام زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هدخلها بقى تحت الشوايه. وهنا برضو البسله نفس القصه، حطيتها في طاجن وبدأت ان انا اطلع كده اللحمة على الوش علشان برضو تاخد لون ذهبي حلو. وهادي كده هنا اللحمة البصل بتاعتنا الحلوة بعد ما خدت اللون الذهبي الجامد، طعمها بجد حلو جدا، اتمنى انتوا تجربوها. والملوخية بتاعتنا الحلوة قوي قوي بالخضرة الجميلة المعمولة في الفريزر دي الحلوة. يعني انا برضو فرستها معاكم قبل كده، مش بشتري الملوخيه الجاهزه خالص الا لو اتزنقت يعني وما عنديش ملوخيه في الفريزر انا مفرزاها. فبس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب وصفه واكلات النهارده الحلوه الجميله دي كلها والطواجن العسل دي تبقى عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك. سلام.